مرحبا شباب وبنات، كيفكم؟ مبدئيا هذا الفيديو لازم نوصله 100 لايك عشان نبلش هيك شوي، يعني ننبسط وننزل فيديوهات اكتر طويلة، عشان فيديوهات الطويلة مش كتير وانتم بتعرفوا. نزلت فيديو طلبت منكم تعطوني اسئلة تكون حلوة عشان اعمل عنها فيديو، وعدتكم من هذاك الاسبوع. الصراحة انا اسف كنت كتير مشغول، ولكن هلا الحمد لله قررت اني اعمل لكم الفيديو، وبدي تعطوني رايكم انتم بالاسئلة وبالجواب اكيد. خلينا نبلش باول سؤال. اغلبية الناس مش مبينين يعني اسمائهم، ولكن اول شخص كاتب لي: كم اغلى فيديو جاب لك مصاري؟ انا تحليل الارباح فتح عندي نهارين بس. اغلى فيديو جاب لي مصاري يعني الحمد لله خير، ولكن ما بتذكر بحدود القديش. يعني فيديو كنت اعمله رياكشن على ام سيف. خلينا نروح على تاني السؤال، هذا قبل تعليق الحساب. نروح على تاني سؤال: كم تجيب مصاري؟ وبعدين مع المصاري بعدين والله انا فقير، انا فقير معتر ما تعتلوا هم. يعني حاليا ما في ابدا مصاري، ولكن راح اعطيكم الزبده. باول يومين طلع لي $40 من يوتيوب، هذا اللي فيني جاوبكم عليه صدقوني. وبعدين تعلق الحساب وما جبت ولا دولار من اليوتيوب، بس الحمد لله رب العالمين. اهم شيء جبنا الدرع اللي وعدناكم فيه. خلينا نشوف ثاني سؤال: كيف وصلك الدرع؟ كيف وصلني الدرع؟ الدرع وصلني بطريقه ما. تواصلوا معي بعد ما صرت 100,000 شركة يوتيوب أكتر بال120,000. تواصلوا معي وبعتوا لي إنه أنت صرت 100,000، بعتوا لي لينك لازم أنسخه وحطه بقلب الجميل تبعولي. نسخته وحطيته، كتبوا لي إنه رح تمام، تم إرسال الشيء اللي بعت لهم إياه. كتبوا لي رح يتواصل معك من هون، رح نتحقق من الحساب من هون ل10 أيام. إذا ما عليك ولا شيء رح يوصلك الدرع إن شاء الله مع شركة شحن. فنطرت 10 أيام. بعد 10 أيام تواصلت معي شركة شحن اسمها GPS، قالوا لي الدرع هيك 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 لازم يوصلك. بعت لنا عبيت لهم وين عنواني وبأي مكان وهيك. وطبعا ضروري يكون العنوان باللغة الإنجليش، ما لازم يكون بالعربي، عشان بالعربي ما بيمشي الحال. وبعت لهم اياه. بعد تقريبا شي يومين بعتوا لي انه تم ارسال الشحنة من امريكا بالسفينة، وراح توصلك بعد 9 ايام. وبعد تقريبا بعد 9 ايام بعتوا لي بعد 5 ايام بعتوا لي رح تتاجل شوي. اجلوا لي اياها يومين ووصلني الدرع. وصلني على باب البيت. بعت لي حدا من الشركه هون بلبنان بعد ما وصلت لهون، سلموها شركه دليفري. بعثوا لي ابعث لهم العنوان وكل شيء واللوكيشن تبعولي، بعثت لهم اياه ووصلني. هذا هو اللي صار. خلينا نشوف السؤال الرابع. اوكي دلال انت اكثر شخص، انت وبعد في حدا ان شاء الله يكون ظاهر هون باليوتيوب كنتوا واقفين معي. عن جد شكرا لكم كثير، وشكرا للجميع اكيد، ولكن اكثر ناس دائما واقفين معي وبيعرفوني لما بنزل فيديوهات، لما ما بنزل بيسالوا. فشكرا لكم كثير من كل قلبي. خلينا نشوف اول سؤال: مين الشخص يلي بتحس كلامه يأثر فيك؟ الشخص يلي بحس كلامه بيأثر فيني، الشخص يلي بحس كلامه بيأثر فيني هو، والله بصراحة أنا بشكل عام ما بتأثر كثير من الكلام، ولكن في شخص لما بحكي معه بتأثر بكلامه، بيعطيني طاقة إيجابية، طاقة إيجابية كبيرة عن جد. بس ما بتأثر من شو من كان، يعني دايما بتأثر من الشي اللي بيصير معي وبجرب بدله بالأحسن. تاني سؤال: شو أكتر شي كنت تحضره وأنت صغير؟ أكتر شي كنت أحضره وأنا وصغير هو سلاحف النينجا، كنت أحضرهم كتير. وكنت أحضر للعبة تشاكي الدمية الرعب، أكيد عرفتوها، اكتبوا لعبة تشاكي بتبين عندكم. نروح لثالث سؤال: أكبر مشكلة صارت معك؟ أكبر مشكلة صارت معي مرة كنت أشتغل مع أبوي بالمفروشات وهيك، وفي كنباء في تخت كان تسليمه قريب كتير كتير كتير، يعني كان بدنا نخلصه يجي ياخده الزلمة مضطر عليه ضروري لأنه واد الزبونات وهيك، يعني الناس اللي بده يسلمونه. فأنا كنت ماني نايم غير 3 ساعات وماسك التخت بإيدي هيك، فخفيت على الواقف وفلتته من إيدي بالغلط، وقع وانخزق. وهي أكبر مشكلة صارت. مش راح أحكي لكم على الرياكشن تبع أبوي شو صار فيه يعني ولكن الحمد لله عدت على خير. شو حابب تعمل محتوى؟ المحتوى اللي حابب أعمله فيديوهات جيمنج، فيديوهات بشكل عام، وفيديوهات عن البطولات والنزالات اللي بدي اعملها والتمرين. ان شاء الله هدول 4 محتويات، ولكن رح كتر كتير بالجيمنج، ورح جرب اني اعمل محتوى قصص كمان كتير بحب. واكيد مش على قناة واحدة، رح اعمل قناتين وبلش عليهم ان شاء الله باذن الله.
وبوجودكم ان شاء الله بنوصل للعالمية. شو اكتر غنية سمعتها وتحس كلامها حلو؟ اكتر غنية سمعتها وبحس كلامها حلو. غنية بتقول يا اتذكر لكم اياها ولكن هي كتير حلوة، انا بسمعها دايما بس بنساها ليش ما بعرف. في كتير اغاني بس بشكل عام الغنية اللي بتمثلني وبقوة هي غنية انطيني وعد للموت. كتير بحبها، كتير كتير، هالغنية مش طبيعية، محفورة براسي ما بتروح. انطيني وعد للموت كتير حلوة. شو الشوكولاية اللي بتحبها؟ الشوكولاية اللي بحبها ميلكا، اذا بتعرفوا ميلكا الشوكولا، سنيكرز، ما هدول اكتر شيء بصراحة، يعني ما في شيء محدد، ولكن انا مش كتير بحب الشوكولا، يعني مش لهالدرجة. برجي، برجي بصراحة بدون كذب انا ما بعرف برجي، حتى ولا مرة فكرت اسأل عليه. قد ايه وزنك؟ وزني تقريبا 90 كيلو، بين 90 و 87 كيلو. طولك؟ طولي 169 سنتي على القد. انت شو ترتيبك بالعيلة؟ ترتيبي بالعيلة من الشباب انا الوسطاني، وبعتقد من البنات كمان الوسطاني. شو هو الغلط يلي من المستحيل تسامح عليه؟ الغلط اللي مستحيل اسامح عليه. هذا السؤال كتير حلو. الغلط اللي من المستحيل اني اسامح عليه هو ال يعني لا، كيف بدي اقول لك؟ الغلط اللي من المستحيل اسامح عليه ابدا هو الخيانة والغدر. الخيانة مش بس من طرف معين، من الطرفين، فهمت عليك؟ من الطرفين، يعني سواء كان ذكر ام انثى ما بسامح عليه، عشان الخيانة بتجي للشخص الغلط والتافه. ليش؟ لانه كأنه وقت الفراغ مثلا بكون انا موجود، وانا ما بحب اكون هذا الشيء ابدا ابدا. واذا شفت هذا الشيء كأنه ورقة خزقتها وكبيتها من الاخر، سواء كان صديقي او اي حدا، يعني اي حدا من الاشخاص اللي بحكي معه. اوكي بنروح للسؤال الثاني. مين اكتر حدا بيفهم عليك؟ اكتر حدا بيفهم علي، اكتر حدا بيفهم علي هي اختي. اكتر حدا بيفهم علي بصراحة، يعني تعرف اني متضايق وبتفهم علي كثير، وشكرا لك اذا كنت عم تشوفني هلا. لو حدا غلط معك وكان غلط كبير بتسامح؟ حسب شو هو الغلط. في غلط عن هبل، في غلط مثلا عن، يعني كيف بدي اقول لك، بيتمسكن ليتمكن، ولكن الغلط الكبير اللي بعرف هذا الشخص كان بيعرف انه غلط وعمله معي يعني عن فهم، فاكيد ما بسامح عليه. شكرا لك يا دلال على الاسئله الحلوه، وهدول اكثر اسئله يعني اجوني. كم هذا السؤال ما بدي جاوب عليه، ولكن هدول هن الاسئله. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تكون الاسئله كانت حلوه، وان شاء الله اللي جاي رح يكون احلى. واذا عندكم اسئله كتير هيك تكون كمان قويه اكتبوا لي اياهم بالكومنتات، ممكن اعمل جزء تاني عنهم. ولكن صدقوني كيف بدي احكي لكم، المحتوى اللي جاي انا دائما بوعدكم، ولكن المحتوى اللي جاي رح يكون كتير قوي ان شاء الله. وكتبوا لي الفيديو اللي جاي عن شو بدكم اياه يكون بالكومنتات هلا عشان ابلش لكم فيه ان شاء الله. اليوم بيكون اليوم اربعاء، خليني اتاكد. اوكي اليوم الاربعاء، من هون لنهار السبت ان شاء الله بعمل لكم فيديو جديد، ولكن بدي تكتبوا لي بالكومنتات شو هو الفيديو اللي جاي اللي بدكم اعمل لكم عنه فيديو. وليتس جو ومع السلامه.